لما نزلت فيديو تعملي ايه في البيت لما الطلق يبدأ قبل ما تروحي المستشفى، امهات كتير سألوني افضل في البيت وقت قد ايه واروح المستشفى امتى. وفي امهات تانية كانت خايفة انها ما تلحقش توصل المستشفى او ان يحصل اي حاجة طارئة في البيت لا قدر الله، فالأضمن انهم يروحوا المستشفى بدري. فالنهاردة هقولك ايه الوقت المناسب اللي ممكن تروحي فيه المستشفى، وايه العلامات اللي لو حصلت يبقى لازم تروحي المستشفى فورا. غالبا المرحلة الأولى المبكرة من المخاض بتطول قوي عند معظم الستات، علشان كده دايما بننصح الأم إنها تحسب مدة الانقباضات والوقت الفاصل ما بين الانقباضات، وبننصحها إنها ممكن تتحرك للمستشفى لما مدة الانقباضة توصل لدقيقة كاملة، والفرق بين الانقباضات يكون من 3 ل 5 دقايق، وإن الانقباضات تنتظم على النمط ده لمدة ساعة كاملة. وقتها ممكن تتحرك وتروح المستشفى. طبعا ده في حالات الحمل المستقر منخفض الخطورة، ولو عندك أي حالة صحية عالية الخطورة في الحالة دي لازم تستشيري دكتورك عن الوقت المناسب اللي لازم تتحركي فيه للمستشفى. وأكيد طبعا لازم تعملي حساب المسافة ما بينك وما بين المستشفى ووقت الطريق بيكون قد إيه. طيب إيه الحالات اللي لازم تروح المستشفى فورا؟ الحالة الأولى إن لو نزل عليكي دم كتير ما بيقفش، ساعتها يبقى لازم تتحركي للمستشفى فورا. الحالة التانية إن كيس المية اتفتح والمية نزلت لونها أخضر غامق شبه الملوخية كده، ده معناه إن البيبي عمل ستول كتير داخل الرحم، وده بيستدعي تدخل طبي وولادة قيصرية فورا. لو عايزة تعرفي أكتر عن مراحل الولادة بالتفصيل وتعملي إيه في كل مرحلة، والتعافي بعد الولادة والرضاعة الطبيعية الناجحة وموضوعات تانية كتير مهمة، تابعي الصفحة واحجزي مكانك في كورس أمومة بلا قلق. السايكل الجديدة هتبدأ يوم 25 أكتوبر إن شاء الله، وخلاص باقي أماكن محدودة. وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى دايما واثقة وهادية.